تخيل ان انت دخلت محل مول تجاري كبير، بتدور على بعض الحاجات اللي تشتريها. وقفت عند محل كاتب على اليافطة بره مثلا في صف المحلات، لقيته كاتب عروض وخصومات تصل إلى 50% على هواتف ايفون سامسونج. دخلت المحل عشان تشوف موضوع العروض، بتبص لقيت ان الراجل بيبيع لابتوب اكسسوارز وبيبيع لابتوبس ملوش علاقة اصلا بالتليفونات. بتبدأ تبص حواليك وتشوف ازاي هو انا دخلت محل غلط، هو ايه اللي حصل. تبدأ تحصل لك عملية ديسكونكت، ان انت شفت حاجة بره ودخلت جوه لقيت حاجة تاني. اللي حصل لك ده حاجة اسمها مسج مس ماتش. الكونسيبت ده موجود في الماركتينج، وده اللي هنشرحه النهارده ان شاء الله في فيديو النهارده، اللي هو المسج ماتش. هنشرح ايه في المسج ماتش. اول حاجة هنشرحها اللي هي ايه هي المسج ماتش، وهنعرف انواع المسج ماتش اللي احنا بنتعرض لها في الماركتينج عموما، وهنعرف 7 خطوات عشان يزودوا السي ار او بتاعنا عن طريق المسج ماتش. طب في البداية ايه هي المسج ماتش اصلا؟ هي عبارة عن تكتيك او خطوات او طريقة احنا بنستخدمها عشان نربط الاعلان بتاعنا بالصفحات بتاعتنا، بالايميل، بالرسائل، بكل حاجة احنا بنقدر نتواصل بيها مع العميل. يعني انا دلوقتي العميل شافني على السوشيال ميديا او على جوجل ادز، لقى شكل معين، لقى كوبي معينة، لقى كلام بطريقة معينة، المفروض ان هو في بقية مراحل الشراء بتاعته يبص يلاقي نفس الطريقة، نفس طريقة عرض الرسالة بتاعتي بداية من الجذب إلى التحويل. دي هي المسج ماتش. طب ايه هي انواع المسج ماتش اللي احنا بنقابلها في الماركتينج او في الاعلانات؟ طبعا هما 3 انواع. اول نوع اللي هو الباد مسج ماتش، وده اللي بيبقى فيه اللي حصل لحضرتك في اول الفيديو، ان انت واقف قدام محل، المحل بيبيع حاجة او كاتب حاجة بره وبيبيع حاجة جوه المحل تاني. وده طبعا نوع بيكلفك كتير في الاعلانات، بيخليك تنتحر ماليا بطريقة مش كويسة ابدا. لان هو اول حاجه بتبقى السي بي سي بتاعته عاليه، اليوزرز اللي بيخشوا مش مهتمين، حتى اللي مهتمين بيبقوا مش فاهمين اصلا هم داخلين لايه، بيبصوا يلاقوا اعلان بيتكلم عن حاجه، واللاندنج بيج والايميل والكلام اللي باقي كله من الفانل بيتكلم عن حاجه تاني خالص. وفي عندنا اللي هي الجود مسج ماتش، اللي هي بيبقى فيها توافق الى حد ما في الرساله، ما بين الرساله بتاعت الاعلان واللاندنج بيج او صفحات الفانل بتاعتنا والايميلات. وفي طبعا الجريت مسج ماتش، ودي اللي دايما كلنا بنطمح ان احنا نوصل لها. دي بقى بيبقى فيها التوافق كامل من اول ما العميل يشوف الاعلان لحد ما يوصل لعملية التحويل، سواء بقى كان دخل بيشتري منك حاجة، بيقرا عندك مقالة، دخل لك من السيرش انجن، دخل لك من اي قناة اعلانية، بس هو شاف حاجة على القناة الإعلانية أو شاف حاجة على المصدر الترافيك اللي دخل منه، بيفضل شايفها طول فترة حياته مع البيزنس بتاعك. فده افضل نوع من المسج ماتش، وده اللي كلنا المفروض بنطمح ان احنا يبقى موجود عندنا في البيزنس بتاعنا. طيب ايه هي الخطوات اللي مفروض ان انا اعملها عشان اخلي موضوع المسج ماتش ده موجود عندي في البيزنس بتاعي؟ في تيبس كده احنا المفروض بنمشي عليها عشان نوصل لمرحلة الجريت مسج ماتش، ويبقى اليوزر دخل معانا من الاول للاخر ما حسش ان هو في مكان غلط، ما حسش ان هو شاف رسالة وبعدين دخل شاف كلام تاني او وعود تاني غير الوعود اللي هو شافها. اول خطوة من الخطوات او التبس اللي احنا بنعتمد عليها في موضوع المسج ماتش عشان نتأكد ان الرسالة متوافقة في كل مراحل الشراء للعميل، اللي هي البيرسوناز، اللي هو العميل المثالي اللي المفروض البيزنس بيحاول ان هو يوصل له، عشان هو ده العميل بالنسبه المستهدف بالنسبه للبيزنس. طبعا المفروض ان انت قبل ما بتبدا تعمل الاعلانات، قبل ما بتبدا تعمل الصفحات، بيبقى عندك بيرسونا للعميل، بيبقى عندك شكل او عندك شخصيه للعميل اللي انت هتارجته عن طريق الاعلانات، وبعد كده هتبعته على الفانلز. بتبدأ انك انت تشوف ايه اهتمامات العميل، احتياجاته، آلامه، وتبدأ انك انت تبدأ تبني الكوبي والويب سايتس والفانلز بتاعتك على اساس احتياجات العميل. فبالتالي انت عندك دلوقتي حاجة مهمة جدا جدا اللي هي البيرسوناز، لازم تبقى عارفها عشان تقدر انك تعمل مسج تبقى متوافقة مع العميل اللي انت مستهدفه. تاني تيب من التبس اللي معانا في المسج ماتش اللي هي اليوزر انتنت، نية العميل قبل ما يبدأ إن هو يتعامل معاك. يعني العميل
بيبقى داخل في فانل. المفروض انت بتبقى عارف العميل بتاعك، وبتبقى عارف هو مرحلته فين، مرحلته الشرائية فين، وبتبدأ انك انت توجه له الاعلان بالطريقة اللي تناسبه، بحيث ان يبقى عندنا موضوع المسج ماتش. بحيث ان انا مثلا دلوقتي كعميل انا بدور على تصليح تكييفات، ممكن الاقي شركه بتصلح التكييفات وبتبيع تكييفات، وفي عميل تاني بيدور على ان هو يشتري تكييف. مش معقول ان انا، او مش الطبيعي ان انا ابعت الرساله بتاعتي للي عايز يصلح التكييف زي الرساله للي عايز يعني يشتري تكييف. فبالتالي الرسالتين هنا مختلفين. لازم تعمل رساله مختلفه للي عايز يشتري تكييف، ورسالة مختلفة للي عايز يصلح التكييف. كل واحد منهم ليه نية شراء معينة، يعني مش هيشتري منك نفس السلعة، كل واحد ليه نية للشراء. فانت بتعتمد على اليوزر انتنت ان انت تعمل المسج ماتش بتاعك، ان انت توصل الرسالة وتخليها متوافقة من البداية لحد التحويل. تالت تip معانا اللي هي الديزاين، ان احنا ازاي نعمل ماتشنج للديزاين من الاعلان للفانل للايميل مثلا، لكل الفانل بتاعتنا لغاية لما العميل يشتري. بيبقى نفس الالوان، نفس اسلوب الكلام. طبعا احنا هنتكلم عن الكوبي والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم على الديزاين دلوقتي، ان احنا نعمل ماتشنج لعملية الديزاين من الاعلان لحد نهاية الفانل او لحد الثانك يو بيج. كل التصاميم بتاعت الحاجات دي كلها المفروض ان هي تكون متقاربة او بنفس الثيم اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو ثيم البراند بتاعنا. بعد كده الكوبي، طبعا ان انت الهيدلاين اللي انت بتستخدمه هنا في الاعلان يكون مناسب للي انت بتستخدمه في اللاندنج بيج بتاعتك او الفانل بتاعتك، وفي الثانك يو وفي الايميلات وفي التكست وفي كل الكلام ده كله. لازم يكون في عملية ماتشنج بداية من دخول الفانل، اللي هو من القنوات الإعلانية عموما، سواء بي بي سي أو سيرش انجن أو اس او أو الكلام ده كله. بعد كده عندنا الكي ووردز والسي تي ايز. ان الكي ووردز او السي تي اي اللي احنا بنستخدمها في الاعلان تكون مطابقه للي احنا بنستخدمها في اللاندنج بيج. برضو نفس الكلام ونفس الفكره بتاعت الديزاين والكوبي. كل الاعلان يبقى زيه زي اللاندنج بيج، بحيث ان العميل ما يحسش ان هو هياخد حاجه اقل من اللي اتوعد بيها في الاعلان. لان ممكن انا اديله وعود في الاعلان، احس ان انا يحصل عمليه الجذب، وبعد ما يدخل يبص يلاقي ان الموضوع كله يعني مفيش على فنكوش. فالموضوع لازم يبقى متطابق في الثلاث حاجات دول، مهم جدا جدا. مهم ان هو يكون متطابق في موضوع الديزاين، وفي الكوبي، وفي السي تي ايز. كل دول يعني التلاتة دول مهمين جدا في نقطة الماتشنج. لان العميل دايما بيبقى يعني ممكن البرسوناز ممكن ان احنا نعملها وممكن ما نعملهاش، زي ما اتفقنا ان في جود وفي جريت. فممكن البرسونا ماشي عادي، ممكن نعديها. ممكن اليوزر انتنت نفس الكلام. الاي اي دلوقتي هو اللي بيخلي عمليه الاستهداف اسهل، بيوصل لليوزر اللي عايز يشتري كده، واليوزر اللي عايز يشتري المنتج التاني بيوصل للعميل المستهدف. انت بتسيبها مفتوحه. بس مهم جدا ان العميل لما يكون شافني يكون شاف ديزاين، او يكون شاف براند، يخش يلاقي نفس البراند في الويب سايت. يشوف كوبي، طريقه كلام معينه، يخش يلاقيها في الويب سايت. يشوف سي تي ايز وكي ووردز المفروض ان هو شافها مثلا على التكست اد او على الديسبلاي اد في فيسبوك او جوجل، المفروض ان هو يخش يلاقي نفس الكلام برضو، السي تي اي هي ويلاقي الكي ووردز هي. دي الفكره في المسج ماتش، وده اللي المفروض ان احنا طبعا مع التارجت بيرسونا طبعا مهم جدا، ومع اليوزر انتنت عشان نوصل بالسيفن تيبس دول ان احنا يبقى عندنا جريت مسج ماتش. هيساعدنا كتير ان احنا نخلي الاعلانات بتاعتنا اقوى، والريتيرن والانفستمنت بتاعها عالي جدا. بعد كده عندنا تيب رقم 6 اللي هي كيب ات سيمبل. مش مهم ان انت تعمل الحاجات دي كلها مره واحده. يعني مش مهم ان انا ابدا من البيرسونا، زي ما قلت لك مش مهم ان انا ابدا من البيرسونا واليوزر. انت كده كده لازم تبقى عارف عميلك. ففكره ان انا يعني ابدا في المسج ماتش من هنا مش مهم دلوقتي. يعني انا مثلا كده كده انا عارف عميلي وبستهدفه بالكابي بتاعتي، وانا فاهم عميلي وكله تمام. فاحنا مهم عندنا ان احنا نخلي الموضوع بسيط، نخلي المسج بتاعتنا بسيطه، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نبدا زي ما قلنا بالثلاث حاجات دول، بحيث ان العميل ما يحسش ان في عمليه ديسكونكت، ان هو يشوف رساله بره يخش يلاقي تصميم تاني، ويخش يلاقي. لا، حاول تستخدم على قد ما تقدر. وبعدين طبعا مع التستنج والسبليت تيستنج انت بتقدر تكتشف ايه اللي شغال معاك وايه اللي مش شغال. اخر حاجه في التبس دي اللي هو ماتش وذ ايميل. بعد ما بقى العميل اشترى وخلاص خدنا الايميل بتاعه، سواء اشترى او سجل عندنا ان هو مثلا ياخد ريبورت، او ان هو ياخد فري اوديت، او
سجل عندنا عموما او كان حجز معانا مكالمه وما اشتراش، بنبدا ان احنا نراسل العميل ده. فالعميل لو هو بص على الايميل ومعرفش ان هو الشخص اللي بعت له الايميل ده هو الشخص اللي دخل على الاعلان وراح على اللاندنج بيج بتاعته، لازم يبقى عنده هو شايف هو اليوزر جيرني بتاعته كانت عامله ازاي. هو دخل على اد، تمام، الاد منه هيخش على لاندنج بيج او فانل مثلا، تمام. بعد ما يخش على الفانل هيخش المفروض ان هو هيروح لصفحة ثانك يو مثلا. بعد ما يخش على الثانك يو المفروض ان هو بعد ما عدى باي مرحلة من المراحل دي هيخش عندنا على الايميل غالبا، يعني هيبقى نعمل له بقى عملية الورم اب في الايميل. طب انا بعمل له عملية الورم اب ودخل حس ان انا اللي بيبعت له الايميل ده ما يعرفوش، ما هنا انا ما عملتش مسج ماتش. انا هنا ما وريتهوش انا مين، وما بينتلوش البراند بتاعي، وما عملتلوش على الاقل الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم اللي هم البراند اللي هو الديزاين والكوبي والسي تي از. ما عملتلوش على الاقل الثلاث حاجات دول عشان يبدا ان هو يخش على الايميل. لما يخش على الايميل، ده الايميل ده جاي لي من الشركه الفلانيه. ده الايميل ده، انت لما تيجي تخش على الاكونت بتاعك او على الايميل بتاعك بتبص تلاقي فيه براندز كده معروفه زي امازون، زي نون، الكلام ده كله. بتبص تلاقي الايميلات بتاعتهم معروفه لان هم بيعملوا ماتش من الاعلان لحد ما انت تشتري وتشتري اكتر من مره وتبقى عارفهم، فبتبدا انك انت تحبهم وتتواصل معاهم. فهي دي الفكرة، هو ده الموضوع من المسج ماتش، ان احنا نوصل بالعميل ان هو يحبنا، يبقى عارفنا، يبقى لما مجرد ما يشوف الاعلان بتاعنا يفهم ان احنا بنبيع حاجة قيمة، حاجة كويسة بتعلي معانا بقى زي ما قلنا الار او اي، تقلل السي بي سي، وتخلي الاعلانات بتاعتنا ناجحة بشكل انت ما تتخيلهوش. طيب ايه النتائج اللي بتترتب بعد ما نبدأ نطبق التبس بتاعتنا على البيزنس؟ اول حاجة ان احنا بنبقى عندنا بي بي سي كواليتي سكور عالي. يعني الاعلانات بتاعتنا بتبدأ تشتغل وتظهر لناس اكتر، لان احنا طبعا المنصة الاعلانية ابتدت تشوف ان احنا بنشتغل بطريقة كويسة وان احنا الاعلان بتاعنا موصل الناس وبيديهم قيمة، فبيبدأ يعلي السكور بتاعه في المنصة الاعلانية زي جوجل مثلا. بتاخد اد بوزيشن احسن، ده بيحصل في جوجل، بيبقى بسبب طبعا ان هو البيدنج بتاعك بيبقى افضل. بسبب ان البيدنج بتاعك بيبقى افضل في اعلانات زي جوجل وزي فيسبوك، انت بتاخد مكان افضل، بتبدا تظهر للعملاء اكتر. بعد كده بتاخد زي ما قلنا لور سي بي سي، تبتدي حق الكليكه بتاعتك او تكلفه الكليكه بتاعتك تبقى اقل، فبالتالي تبدا انك انت تعمل ار او اي عالي، فتبتدي تعمل ارباح اعلى. نفس الكلام هاير كونفرجن ريت، ودي طبعا اللي احنا كلنا بنسعى في المسج ماتش عشانها. احنا اساسا اساس المسج ماتش دي جزء عشان نعلي من الماركتنج بتاعنا في جزئيه الكونفرجن ريت. عشان نعلي الكونفرجن ريت زي ما قلنا، انا بيخش لي 100، لو نسبه تحويلي 1%، زودت النسبه 2%، بدل ما كنت بعمل واحد بعمل ضعف اللي انا كنت بعمله. فده بالنسبه للكونفرجن ريت، وده الهدف اللي انت دايما تسعى عليه، اللي هو تعليه الكونفرجن ريت بتاعت الويب سايت بتاعك. لان انت دايما الاعلانات مش تحت ايدك، يعني هي الاعلان بيبقى سعره مش تحت ايدك. طبعا مع الاهتمام ببعض الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها واتكلمنا فيها في فيديوهات قبل كده، الاعلان بيبدا يبقى افضل عند المنصات الاعلانيه، وطبعا مع الوقت. فبالتالي انت تحافظ ان الكونفرجن ريت عندك في الويب سايت يبقى عالي، عشان لما عدد عملاء يخش، لو انت زودت زي ما قلنا 1%، مجرد 1% هتعمل لك، يعني زي مثلا انت 2% زودت بقيت 4%، عملت ضعف اللي انت بتعمله من نفس عدد الترافيك. اخر حاجه واللي هي الهاي او ار، وده اللي كلنا بندور عليه، ان احنا ندفع في الاعلانات اقل من اللي بنكسب، ريتيرن اون انفستمنت او عائد على الاستثمار. ده كان بالنسبه للمسج ماتش. موضوع مهم جدا لازم نراعيه. ما تسعاش انك انت تبقى احسن مسج ماتش في الدنيا، بس المهم ان يبقى فيه مسج ماتش في الموضوع. زي موضوع السبليت تيستنج، زي ما وصينا ان يبقى فيه سبليت تيستنج في الموضوع، لازم يبقى فيه مسج ماتش، لازم توصل الناس. ما تعملش الديسكونكت اللي يخلي الناس زي ما قلنا في اول الفيديو يخش المحل هو مش فاهم هو عايز يشتري ايه. ده كان بالنسبة للفيديو النهاردة المسج ماتش، اتمنى تكونوا استفدتوا ولو جزء بسيط جدا. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.